أصدقائي في برنامج كاتب وكتاب مع الدكتور إبراهيم حنفي. أهلا بكم يا أصدقائي، أهلا بكم في كل مكان، أهلا بكم وحكاوي جديدة وحكايات جديدة مع برنامج كاتب وكتاب. نحكي لكم النهاردة عن كتاب جميل، هنشوف وندخل جوه السراديب كده وننتشر ونشوف الحاجات بتاع الكتاب. قبل ما نتكلم هنشوف الأطفال بتاعتنا اسمهم إيه ونتعرف عليهم. أنا اسمي جودي إسلام محمد. اسمي موسى محمد. رودي محمد. جاهزين تدخلوا معانا الحكايات الجدة وسير الغرفة المغلقة؟ الكتاب ده بيحكي عن الجدة وسير الغرفة المغلقة. يا ترى ايه في الغرفة؟ نتوقع ايه في الغرفة المغلقة؟ كل ما تدخل الجدة تقفل وراها، تطلع من الغرفة تقفل وراها، والأطفال عايزين يعرفوا ايه هي. عندهم دي الجدة اسمها توحة، ولها صاحبتها اسمها لمياء الباسل، وبعدين جوزها كان يعني برضو راجل عسكري. فهنشوف بيعملوا ايه في الغرفة دي كلها، وليها أصدقاء كتير جدا، كل واحد بيجيب حاجة يدخلها في الغرفة، بس هي خايفة من الأطفال يفتحوا الغرفة ويقفلوها. فقالوا لها امتى ندخل الغرفة؟ قالت لهم لما الشمس تغيب، شرط أساسي الشمس تغيب ندخل الغرفة. طب ما فيش نور جوه؟ قال كل واحد يمسك الموبايل ويولع يشوف الموبايل، يشوف الدنيا فيها ايه. قالت لهم تعالوا ادخلوا معايا واحدة 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 واحدة. تاني في الغرفة المغلقة ونشوف عروس البحر. ايه عروس البحر؟ شافوا كمان الصياد وراهم مركب الشمس. مراكب الشمس حد عنده فكرة بيها؟ مراكب الشمس عند الفراعنة؟ بتشتغل بالطاقة الشمسية؟ لا، ما كانش عندهم طاقة شمسية، ولكن عندهم مراكب الشمس، مركب وفي قلبيه مسمار، ده بيدور من الشرق إلى الغرب زي الكواكب كده والنجوم، يعني في اعتقادهم يعني. بيعرفوا من الأماكن يعني؟ بيعرفوا من يعني الأماكن. أي تمام، لكن في مسمار. فالجدة قالت لهم عارفين المسمار ده ليه؟ في الصندوق ده ليه؟ قالوا لا. قالوا الصندوق ده عبارة عن أسرار، لو شلنا المسمار ده هتخرم الأسرار، صح؟ ينفع نفشي الأسرار بتاع الناس؟ لا طبعا. ما ينفعش. وانتي؟ لا ما ينفعش. قالوا كمان السر إذا كان بين اتنين تفشى. يعني قلت لك يا جودي ما تقوليش لحد، يبقى خلاص تفشى، هتقولي وتقولي وتقولي وتقولي، والكلام بيزيد، صح؟ الكلام بيزيد ولا لا؟ طبعا. قالوا كمان زمان اخفي عن الناس ذهبك ومذهبك وذهابك. ذهبك اللي هو الذهب بتاعنا تخفيه عن الناس، مذهبك ما تقولش انا منتمي لكذا ومش منتمي لكذا. طب ذهابك ما تقولش للناس، يعني ما تقولش انا رايح فين وجاي منين. يعني هنخفي الأسرار بتاعتنا، أسرار البيوت ما نفشيهاش بره، أسرار الزملاء لا نفشيها بره مرة تانية. قال لهم طيب انتوا عارفين اللي هناك ده، مرة أنا لقيت حجر وعايز أوقف المركب بتاعتي، فجبت الحجر ده وربطته في بيت، طلع البيت قديم جدا، البيت مكتوب عليه حاجات باللغة الفرعونية القديمة. أول حاجة قالوا إن إحنا لنا لغة، هي اللغة اللي بنستعملها دلوقتي، أي كلمة لها حرفين هي لغة مصرية قديمة.
يعني مثلا بخ لغة مصرية قديمة. لغة مصرية خلاص. شوف، هات، خد، لغة مصرية قديمة. قال لهم بقى تعالوا نشوف توت عنخ آمون الملك العيل. ايه العيل؟ يعني كان كلمة عيل يعني طفل، عندهم عيل يعني طفل، مش عيب يعني. لكن توت عنخ آمون ده كان الملك العيل، لأنه تولى الحكم عنده 10 سنين 11 سنة زيكم كده. كان ملك على الأرض اللي هو توت عنخ آمون. قال لهم في اللغة المكتوبة دي كان الراجل ده بياكل كاني وماني ويروح لدكان الزلباني. قالوا ايه ده؟ احنا عندنا الكلام ده كاني وماني، ما تقوليش كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني. كاني اللي هو الحليب، خلاص، كاني العسل، وماني اللي هو الحليب. لازم الطفل ياكل اكل ايه؟ صحي، مش كده؟ زي الاكل الصحي. مثلا الخضروات والفواكه، ياكل حاجات فيها لبن زي مثلا الزبادي والجبنة، وكل بقى أنواع الجبن. نبعد عن ايه؟ ايه نبعد عن ايه؟ الحاجات المضرة، المضرة. البرجر والبيتزا والحاجات المضرة. تمام، حلو، يا ريت يا ريت. وبعدين وانتي؟ برضو من الحاجات الصحية اللي احنا ناكل الخضروات والفواكه والنشويات، بس ما نكترش منها. تمام تمام. فقال لهم أنا بقى الملك العيل كنت قوي جدا جدا جدا. كنت بلعب رياضة وبلعب كل الألعاب الرياضية ومارس هوايتي كويس جدا جدا. كنت قوي جدا وما كنتش باكل بسرعة، مش باكل كده حتتك بتتك. فقالوا له يعني إيه حتتك بتتك؟ قال له حاتي يعني الجزار، اللحم يعني. باتي باللغة الفرعونية يعني عظم، مش باكل اللحم في العظم كده شبعان، باكل ده في ده. فالكل اللغة اللي احنا بنستخدمها دي لغة مصرية قديمة. أهلا بيكم يا حبايبي، وأنا فرحت بيكم جدا. تعالوا نطلع من الغرفة المغلقة ونشكر كل جدة وكل أم تحكي لنا الحكايات. تيجوا يلا يا اصحابنا نعرف ايه هي قواعد المكتبة. المكتبة هي مكان جميل جدا تقدر تقرأ فيه كتب أو تقعد تذاكر فيه أو تستعير كتب وتروح بيها البيت معاك. وعلشان المكتبة تبقى مكان جميل لينا وكمان لأصدقائنا اللي بيقروا معانا، لازم نخلي بالنا من شوية حاجات. أول حاجة إننا ما ينفعش نضحك بصوت عالي وإحنا قاعدين في المكتبة أو نعمل أي أصوات مزعجة، لأن ده ممكن يزعج أصدقائنا اللي قاعدين عايزين يركزوا في القراية.
تاني حاجة، احنا نقدر نطلب مساعدة أمينة المكتبة تجيب لنا الكتب اللي احنا عايزينها، وكمان لو عايزين نروح بالكتاب ده يعني نستعيره، بنروح لأمينة المكتبة وهي بتسجل اسمنا وإننا استعرنا الكتاب ده. بس ضروري نرجعه في ميعاد رجوعه اللي هي بتحدده لنا. وكمان ما ينفعش ناكل ولا نشرب في المكتبة لأن ده ممكن يبهدل الكتب. أصحابي، القراية هواية جميلة جدا والكتاب خير صديق، علشان كده لازم نحب مكتبتنا ونحافظ على كتبنا. خلص كده حلقتنا بالبرنامج كاتب وكتاب، يا رب تكونوا استفدتوا.